السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم مبادئ البرمجة من خلال لغة بايثون. احنا قبل كده المرة اللي فاتت كتبنا أول برنامج بايثون لنا، وهو كان عبارة عن تسجيل 4 قيم ل4 متغيرات من أنواع مختلفة ثم طباعة هذه القيم. بس ده اللي عملناه، يعني دخلنا قيم لمتغيرات وطبعناهم. شوفوا الحلقة اللي فاتت لو سمحتوا علشان تراجعوا الكلام ده. طيب، عاوزين النهارده نحط مبدأ كده او نتعرف على المبدأ ده ينطبق على كل انواع الابليكيشنز اللي هتقابلها في حياتك، سواء كانت ويب، سواء كانت موبايل ابليكيشن، سواء كانت ديسكتوب ابليكيشنز. اي ابليكيشن في الدنيا هتقابله تعاملك معاه بيمر ب3 مراحل. هي مرحلة ادخال البيانات، ثم مرحلة معالجة البيانات عن طريق الابليكيشن، ثم مرحلة استخراج النتائج. تمام؟ اي ابلكيشن في الدنيا كده. على سبيل المثال، لو انت على اليوتيوب، لو انت الصفحه قدامك فيها 3 فيديوهات مثلا معروضين، لو انت دوست على الفيديو الاولاني، التاب اللي انت عملتها بصبعك دي عباره عن انبوت او مدخل انت دخلته. اليوتيوب بياخد الضغط اللي انت ضغطتها دي، بيعرف من خلالها انك انت ضغطت على الفيديو الاول، وبالتالي بيبدأ ان هو يبعت الفيديو الاول ده لشاشة الموبايل عشان تتعرض قدامك. مثال اخر ومثال مشهور قوي بنتعامل معاه احنا تقريبا يوميا، وهو تطبيق الكاشير في السوبر ماركت. انت بتبقى شايل مشترياتك ورايح ناحية الكاشير، هو بياخدها بيعمل لها سكان بالباركود ريدر اللي معاه. اوكي، ده كده هو عبارة عن مرحلة ادخال البيانات، بيدخلها على السيستم اللي قدامه، وبعدين السيستم بياخد الحاجات اللي هو دخلها دي، بيدرب العدد في السعر بتاع كل حاجة، وبعدين في الاخر بيجمع النواتج دي علشان يديك التوتال اللي انت هتدفعه، وبعدين يطبع الريسيت علشان انت تقدر تراجعه وتدفع بناء عليه. فكده حصل ادخال البيانات، ثم معالجة للبيانات اللي هو الضرب والجمع، ده معالجة للبيانات، ثم اخراج للنتائج. نفس القصة دي هتحصل معانا في اللي احنا بنعمله حاليا، وهي مبادئ البرمجة، لان احنا يعني بنتعلم عشان نعمل ابلكيشن. اللي عملناه المرة اللي فاتت ان احنا عرفنا انبوت او عرفنا مدخلات معينة في صورة متغيرات، وبعدين رحنا طابعين الانبوت اللي احنا دخلناه ده عن طريق جملة برنت. فكده يعتبر احنا ما عملناش اي بروسيسنج، دخلنا بيانات وطبعناها. بالمناسبة البيانات اللي انا بدخلها دي هي يطلق عليها كلمة بيانات، زي ما احنا عمالين نتكلم كده من اول ما بدأنا. الناتج اللي بيطلع او الاوتبوت اللي بيطلع لي في صورة منظمة ومفهومة وجميلة كده على الريسيت اللي انا بستلمه، دي اسمها معلومات. يبقى البيانات هي القيم البسيطة البدائية دي، سعر الجبنة قد كده، وعدد اكياس الرز اللي انا واخدها قد كده. تمام؟ دي بيانات بسيطة، لكن لما تتظبط ويحصل لها بروسيسنج وتنطبع لي في شكل مفهوم وله معنى بالنسبة لي، انا كده اقدر اطلق عليها انها معلومات. فاللي احنا عملناه المرة اللي فاتت ان احنا سجلنا بيانات بصورة بسيطة قوي، سيمبل قوي، وطبعنا نفس البيانات دي، ما طبعناش معلومات. احنا عاوزين بقى نعمل شوية معالجة للبيانات دي عشان نطلع منها ناتج او اوتبوت له معنى. فتعالوا كده نعمل النهاردة مثال بسيط على برنامج الكاشير بتاع السوبر ماركت باستخدام لغة بايثون. تمام؟ يلا بينا نشوف. تعالوا نراجع اللي خدناه المرة اللي فاتت بسرعة كده عشان نفتكر احنا عملنا ايه. احنا اتفقنا هندخل على موقع w3schools.com ونختار بايثون ونضغط على try it yourself. هتفتح لي الشاشة دي اللي انا بدخل فيها الكود على الشمال والنتيجة بتطلع لي على اليمين. اوكي، ده الكود بتاع المرة اللي فاتت، ولما عملنا رن دي كانت النتيجة اللي طلعت. طبعا كده انا ما استفدتش اي حاجة، انا يا دوب عرفت 4 متغيرات ورجعت طبعتهم، كلام يعني ليس له اي معنى مفيد. يعني ده بس احنا كنا بنجرب كده حكاية الفاريبلز. تعالوا بقى نطور الكود العقيم ده نعمل منه حاجة مفيدة. تعالوا نعمل مثال الكاشير بتاع السوبر ماركت ونشوف هنقدر نطبقه من خلال مفهوم المتغيرات ازاي. طبعا لو انت شفت الكود ده او شفت السطور البرمجية دي قبل كده وانت ما عندكش فكرة عن البرمجة، هتقول ايه الكلام الهيروغليفي ده؟
صح؟ او ايه الطلاسم دي؟ مش هتعرف يعني، مش هيبقى لها اي معنى بالنسبه لك. لكن حاليا انت بسهوله جدا هتقدر تعرف ان في هنا فاريبل وفي قيمه، وفي فاريبل وفي قيمه، وهكذا. انا هنا بس عامل افتراض كده ان في واحد داخل السوبر ماركت وطلع معاه كيسين سكر وثلاث اكياس رز ومعاه قطعه جبنه سعرها 60 جنيه. عملت عشان كده 5 متغيرات. المتغير الاولاني اسمه الشوجر كاونت اللي هو عدد اكياس السكر وقيمته 2، وبعدين سعر وحدة السكر 25 جنيه افتراضا يعني كده، انا معرفش الاسعار كام بالظبط، وعدد وحدات الرز 3، وسعر الوحدة 30، وسعر الجبنة 60. عاوزين بقى نعمل شوية معالجة بقى، شوية بروسيسنج، عاوزين نستفيد شوية بقى من اللغة، من الكمبيوتر، من البايثون. تمام؟ المعالجة دي احنا هنعملها ازاي؟ اول خطوة في الريسيت اللي انت بتستلمه بيقول لك ان انت عندك رز عدد كذا وسعر كذا، يبقى التوتال قد كده. فتعالوا نحسب التوتال بتاع الرز. فهسمي متغير اسمه الشوجر توتال برايس، وهقول ان هو بيساوي الشوجر كاونت اللي هو عدد وحدات السكر مضروب في سعر الوحده. فهنقول ده في ده. هنا عاوزك تلاحظ علامه الاستريسك دي، او علامه اللي هي النجمه اللي هي شيفت مع ال8، دي بتستخدم لعمليات الضرب في لغه البايثون، وتقريبا في يعني كل لغات البرمجه اللي انا درستها هي بتستخدم في الضرب. اوكي؟ ونفس القصة بقى في سعر الرز، السعر الإجمالي. بعد ما حسبت السعر الإجمالي للسكر والرز هطبعهم عشان الراجل العميل لما يستلم الريسيت يعرف. فهقول له هنا برنت الشوجر توتال برايس والرايس توتال برايس، وبرنت سعر الجبنة اللي هو مش محتاج حساب ولا ضرب ولا أي حاجة، فهطبعه مرة واحدة وخلاص. وبعد كده هحسب بقى قيمة التوتال برايس اللي هو مجموع الثلاثة اللي فاتوا دول. وعشان اجمع انا بستخدم علامه الزائد، وطبعا يعني دي مش محتاجه كلام قوي زي دي، لان دي ممكن تكون انت هتلخبط وانت طب انا هكتب اكس ولا هكتب اكس سمول ولا اكس كابيتال. لا، هي علامه الايه؟ النجمه دي. فهنا انا عشان اجمع الثلاثه دول بحط ما بينهم علامه الزائد اللي هي علامه الجمع، وفي الاخر بقول له برنت التوتال برايس. تعالوا كده نشوف الريسيت اللي هيطلع شكله عامل ازاي. نقول له رن. تمام، حلو كده. لا مش حلو، ده شكل، ده منظر ينفع اقدمه للراجل؟ دي معلومه. احنا قلنا ان انا بدخل بيانات اللي هي البيانات دي كده المجرده عشان اطلع معلومه بقى متكامله الراجل الزبون يقدر يستفيد منها. فهل ده شكل ينفع كده يديني معلومه؟ لا ما ينفعش. ما تيجي كده نوضح الدنيا شويه زي الريسيت اللي احنا بنشوفه. تعال نكتب كده جنب ال50 دي ان دي سكر. فجنب كلمه برنت هنا انا ممكن احط اكتر من حاجه، يعني مش مجرد بس ان انا احط الفاريبل اللي فيه سعر. انا ممكن قبل ما احط الفاريبل ده اكتب كلمة سكر اختصارا كده يعني. فعشان اكتب كلمة احنا قلنا ان دي بيان نصي، فلازم احطه من علامات تنصيص. تمام يا جماعة؟ يعني لو جيت هنا كتبت كلمة سكر كده وجنبها الشوجر توتال برايس، تعالوا ننفذ نشوف ايه اللي هيحصل. صرخ وزعق وقال لي انت عندك مصيبة وعندك مشكلة، ازاي تكتب لي يا راجل انت كلمة سكر كده سايبة كده على الهواء؟ ما ينفعش. هو كده طالما انت كاتبها من ضمن الكلام العادي فهو اعتبرها انها امر في اللغة، فمش عارف ينفذه، مش عارف ايه معناه. فعشان اقول له ان دي او ان ده بيان نصي لازم احطها ما بين علامات تنصيص. فتعالوا كده نمسحها من الاول خالص، واجي بعد القوس اروح حاطط علامة تنصيص اهي، فاتحها واقفلها هنا حتى بعدها كده على طول. تمام؟ واجي هنا بين علامتين التنصيص واقول له سعر السكر، وافصل بقى ما بين البيان ده والبيان ده بفاصله كوما. حلو كده. تعالوا نرن ونشوف ايه اللي هيحصل. الله، ايوه كده، يعني الدنيا بدات اقدر اقول كده دلوقتي، اقدر اوري حتى الناس اللي حواليا ان انا بتعلم برمجه، ان انا قدرت اطبع ريسيت. تعالوا يا جماعه شوفوا الريسيت اللي انا طبعته بتاع الكاشير، سعر السكر 50. مش قوي يعني بس هي بدايه. طيب تعال بقى نطبق الكلام ده كله على بقيه الايه جمل البرنت دي. هنضيف هنا سعر الارز، وهنا سعر الجبن، وهنا اجمالي السعر. ونرن. تمام كده. شوية بشوية بنقرب
من الشكل النهائي اللي احنا عاوزينه. طب تعالوا نعمل كده حاجة جمالية كده برضو شوية، نبدأ بقى نحسن في الشكل شوية. ممكن نحط هنا سطر ما بين العناصر وبين إجمالي السعر. فببساطة كده حاجة هنا اهوت، قبل ما اطبع إجمالي السعر هروح طابع إيه؟ أقول له برنت، وأروح جاي أعمل كده وأحط بس يعني علامة ناقص أو شوية شرط كده جنب بعضهم على أساس يفصلوا ما بين ده وما بين ده، ونرن كده. حلو أوي لحد دلوقتي. ممكن واحد بقى لو واحد شاطر ومتابع هيقول لي ايه؟ طب ما انت هنا اللي انت حطيته ده كلمة سعر السكر دي، ما هو انت حطيتها بالظبط بين علامات تنصيص زي كلمة ايهاب في الفيديو اللي فات. هقول له برافو عليك. انا ممكن اخد دي كده هنا كويس، انسخها واجي هنا واقول له مثلا شوجر ليبل بيساوي سعر السكر، واجي هنا هو بدل ما احط كلمه سعر السكر احط ايه؟ الفاريبل اللي بيمثلها اللي هو شوجر ليبل. بس كده كاني ما عملتش اي حاجه. في هنا بس غلطه ان دي هنا ايه؟ ورن. تمام كده تمام. احنا بس ما عملناش حاجه، احنا حطينا بنتدرب اكتر على الفاريبلز اللي هي الفاريبلز من النوع الحرفي او السترنج. فحطينا، وممكن اعمل هنا بقى نفس القصه هنا وهنا وهنا. طيب برضو الاوتبوت اللي طالع لي ده محتاج ان هو يتحسن شويه. يعني عاوز جنب كلمه سعر السكر ده اهي احط التفاصيل بقى، احط 2 في 25 وهنا احط 3 في 30 عشان لما الزبون يستلم الريسيت يبقى عارف التفاصيل بتاعته ودفع 50 بناء على ايه. اوكي، فالكلام ده خلونا نعمله المره الجايه ان شاء الله عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل قوي. ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.